لا الصراحة يعني اللي يجيها مرة يجيها 100 مرة. هذه تونس. حتى في نسوان تعرفت عليهم ودخلت بيوتهم والضيافة اي فتحوا الأبواب وضيفونا كأنه واحد من الأهل. هني لاحظت ان ما شاء الله التونسيين ان يطلعون من يعني دربهم او طريقهم اللي بيروحون يجون يساعدونك بعدين يروحون. صراحة ذي شيء ممتاز انبهرت فيه صراحة. وفرحنا هواية يعني الاستقبال الحفوي اللي يستقبلونا به التوانسة، وما كنا نتوقع انه هيك يحبوا العراقيين ويحبون العراق. كانت من احلى ايام عمري، كبرت في هاي البلد، اكلت من خيرها، شفت كثير ناس خلوني احب تونس بكرم اخلاقهم باصلهم. الشعب التونسي شعب حباب، كثير بيشبهنا احنا كاردنيين. العالم رحبت كثير جدا، رحبت وتعرفنا على اصدقاء توانسه كثير. والله بتجنن، اجمل بلد والله، حتى حطيت على الفيس تبعي انها اجمل بلد بالفعل، والله العظيم اجمل بلد يعني، حتى اجمل من بلدان اوروبيه. والشعب والله اللهم صل على سيدنا محمد، يعني شعب الحمد لله شاف مرتاح كثير والله يعني. ناس طيبه جدا ومثقفه، يعني انا ادخل محلات صغيره، احاول اشتري بعض الاشياء، اتكلم مع البائعين وكذا، اكتشف انه شعب مثقف ورائع جدا. بلد حلوه، شعبها جدا جدا لطيف ومتعاون. كنا نضيع نسال وين احنا ونبى كذي وكذي، يعطونا يقولون لنا، يعني ما في مشاكل ابد 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 ابد. بلد امان وسلام وحلوه جدا. مضيافين طيبين، يعني الصراحه بحال حسيت انا في مدينه ديالي، يعني كاين تجاوب. اي واحد سولتيه في الشارع ولا شي حاجه تسولو على شي محل ولا شي حاجه كيقيديك يوريك المسائل، هذا يعني الصراحه غايه.